الفاطميين أو الخلافة الفاطمية صدق أصلهم يهود أو مجوس لو مسلمين؟ بهذه الحلقة راح نتحدث عن الخلافة الفاطمية وتاريخها وشلون ظهرت وشنو أصلهم. وأيضا لا تنسون متابعة الصفحة ولايك للمنشور حتى يصعد والمشاركة. المهم بالأول راح نتحدث عن تاريخ تنظيمهم السري قبل قيام الخلافة الفاطمية وشلون صارت الدعوة الفاطمية ومن هم الفاطميين. الإمام جعفر الصادق كان عنده أكثر من ولد، أبرزهم عبد الله الأفطح وإسماعيل والإمام الكاظم. الإمام الصادق كان أبرز أبنائه هو الإمام إسماعيل ابن الإمام الصادق. هذا إسماعيل كان فقيه وعالم وفاهم ذاك الوقت، لدرجة أنه برز بعصر والده وبدت الناس تستشيره وتستفتيه. وأيضا الإمام الصادق لاحقا أوصى بأنه أنا إذا متت الإمامة تروح من بعدي لإسماعيل، يعني النص أو التنصيب الإلهي حسب العقيدة الشيعية بأنه هذا نص إلهي عليه أنه هو الإمام من بعد الإمام الصادق. لكن العباسيين أو الخلافة العباسية بدأت تراقب إسماعيل هذا أكثر مما تراقب والده الإمام الصادق. فبمرور الأيام توفى إسماعيل ابن الإمام الصادق قبل وفاة الإمام الصادق، توفى سنة 838 ويقال 140 للهجرة، يعني قبل وفاة والده ب10 سنوات تقريبا، لأن الإمام الصادق توفى سنة 148 للهجرة. الإمام الصادق بعد وفاة ابنه إسماعيل أرسل أشخاص اثنين إلى بلاد المغرب أو بلاد البربر اللي الآن احنا نسميها بلاد المغرب العربي. هذه الشخصيتين واحد اسمه السفياني وواحد يعرف بالحلواني. هؤلاء الاثنين أرسلهم إلى بلاد المغرب حتى ينشرون فقه الإمام الصادق أو التشيع ويبينون للناس أحقية آل البيت بالخلافة من غيرهم. طيب الإمام الصادق ليش أرسل هؤلاء الأشخاص إلى بلاد المغرب دون البلدان؟ قال الإمام الصادق لهؤلاء الأشخاص بأنه اذهبوا إلى بلاد المغرب فإنها أرض بور، يعني أرض متروكة، فاحرثوها حتى يأتي صاحب البذر وينثر البذر فيها وتقوم الخلافة لنا. هذا الكلام سنة 145 أو 140 للهجرة. وبالفعل ذهبوا هؤلاء الأشخاص وبدأوا يعيشون بين البربر، يعني في بلاد المغرب، خصوصا في قبيلة كتامة البربرية، كسبوا الكثير من الناس ونشروا التشيع بين الناس وحب آل البيت، لأنهم اتصفوا بالزهد والتقوى هؤلاء الأشخاص، وأيضا ينثرون الأموال في على الفقراء ويبنون المساجد. لهذا السبب أصبح عندهم جمهور كبير. لكن الإمام الصادق توفى سنة 148 للهجرة. بعد وفاة الإمام الصادق الشيعة وأبناء الإمام الصادق افترقوا إلى عدة فرق. فعبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق جلس في مجلس والده وقال أنا الإمام وأنا المنصوص علي فأنا إمام الشيعة. أما الإمام الكاظم فاتبعوه أيضا ناس وقال أنا الإمام من بعد والد الصادق وأنا المنصوص علي بالنص. طيب الفاطميين شنو دورهم هنا؟ إسماعيل توفى بحياة والده مثل ما ذكرنا، فأتباع إسماعيل لأن هو ذكرنا أنه هو كان شخصية بارزة بحياة والده، قالوا أنه إسماعيل لم يمت وإنه المهدي المنتظر وإنه سوف يظهر في آخر الزمان، لذلك إحنا راح ننتظر ظهور إسماعيل المهدي. وأيضا من أنصار إسماعيل قالوا لا هو توفى ومات، لكن الإمامة تبقى في نسل إسماعيل، وإسماعيل كان عنده شخص أو ابن اسمه محمد، فالإمامة تذهب إلى أبناء إسماعيل، لأن الصادق لم ينصب إسماعيل إلا بنص إلهي، وبما أنه بنص إلهي إذن هي ما ترجع إلى أحد أبناء الصادق، إنما تستمر في أبناء إسماعيل، مثل ما تحولت من الحسن إلى الحسين وأبنائه، فهي مستمرة في إسماعيل ابن الإمام الصادق وأبناء إسماعيل. فظهر ما يعرف بالمذهب أو الفرقة الإسماعيلية، وأيضا أتباع الإمام الكاظم اللي يعرفون لاحقا بالمذهب الاثنى عشري. لكن الدور البارز كان لمن؟ إلى أبناء إسماعيل أو الفرقة الإسماعيلية، لأن أغلبهم فلاسفة مفكرين وأيضا ثوريين. فأصبح هنالك شقاق ما بين الشيعة أتباع الإمام الكاظم والشيعة أتباع الإمام إسماعيل وأبنائه. الإسماعيليين كانوا ثوريين،
لهذا السبب الخلافة العباسية حاربت المذهب الإسماعيلي بكل قسوة، ولهذا السبب محمد أو الإمام محمد ابن الإمام إسماعيل، هذا إمام الفرقة الإسماعيلية، هرب بعيدا عن الخلافة العباسية واختفى باسم وهمي وعاش في أوزبكستان وأفغانستان وتركمانستان، يعني بتلك المناطق بعيدا عن سلطة الخلافة العباسية. فهذا الإمام محمد إمام الإسماعيليين وضع خطة من أجل إسقاط الخلافة العباسية وقيام خلافة شيعية. هذه الخطة ترتكز على عدة أمور. الأمر الأول بأنه أبناء إسماعيل يعني أئمة المذهب الإسماعيلي ما يظهرون للعلن أبد، وما حد يعرفهم غير 7 أشخاص ذولا خاصين بكل إمام. ثانيا تنتقل الإمامة بين أبناء إسماعيل للابن الأكبر. ثالثا هؤلاء الأئمة يتنكرون بأسماء وهمية، يعني مثلا هو اسمه محمد يلقب نفسه بالطيب، اسمه علي يلقب نفسه بالمكرم، وهكذا. فكانت أسماءهم أغلبها طيب، المكرم، وهكذا. الأمر الآخر تنظيم دعوة سرية تدعو بأن أحقية الحكم والخلافة لآل البيت، وبالخصوص وأن الإمامة محصورة في أبناء إسماعيل وليست للكاظم وأبنائه. بهذا الصورة بدأوا يقدمون نفسهم. الأمر الآخر والمهم بالدعوة السرية هذه، وراح يكون قانون لهذه الدعوة، بأنه قالت الدعوة السرية هذه وأئمة الدعوة السرية هذه يتنكرون بشخصيات التجار، يعني يدعون نفسهم تجار ويتصرفون كأنهم تجار، فلهم عبيد ويصرفون على الفقراء ويبنون المساجد ويساعدون المرضى. طيب، السبب بأنه حتى الناس تحبهم. وأيضا السبب المهم والذكي، شخصية التاجر دائما الدولة تتقرب من عنده أكثر مما هو يتقرب من الدولة، بالتالي الدولة ما راح تشك بهذا الشخص لأنه هو غني ومو بحاجة أنه يعارض الدولة وعنده إمكانية. فهنا الشخصية مال التاجر راح تكون غطاء لهم وسليم، والدولة أصلا توفر لهم حماية. طيب، هذه الدعوة والتجار تحتاج أموال. منين؟ سهلة، الزكاة اللي تذهب للإمام هذه توزع إلى هؤلاء قادة الدعوة التجار ويوزعوها على الفقراء ويكسبون أنصار جدد، وهؤلاء الأنصار راح يرجعون يقدمون زكاة من جديد. فبالتالي يعني صرف أموال، كسب أنصار، وكسب أنصار، أموال جديدة، وهكذا. الأمر الآخر والمهم، هاي الخلافة العباسية قتلت الكثير من آل البيت. لماذا لم تصل إلى أبناء إسماعيل وقادة هذه الدعوة السرية اللي تريد تسقط الخلافة العباسية؟ السبب أنه كان هنالك مبدأ في هذه الدعوة السرية من النقاط اللي وضعها الإمام ابن إسماعيل، بأنه هنالك في كل زمان إمامين مو إمام واحد. السبب الإمام الأصلي اللي هو يسموه الإمام المستقر، هذا إمام أصلي يعني يرجع نسبه للإمام الصادق أو الإمام إسماعيل ابن الإمام الصادق. الإمام الثاني هذا يكون شخصية تتصرف كأنها ابن إسماعيل أو من نسله يعني، وهو الإمام اللي يقود هذه الدعوة، لكن هو بالحقيقة أحد أتباع هذا الإمام، ويكون فقيه وعالم ودرجة كأنه هو الإمام. فبالتالي وأيضا يسمي نفسه هذا المدعي، يسمي نفسه بنفس اسم الإمام اللي بذلك الوقت، حتى خاف الخلافة العباسية تكشف مكانه عن طريق المخبرين. ما يموت الإمام الحقيقي، من اللي يقتل اللي هذا الشخص اللي متقمص دور الإمام ابن إسماعيل. فبالتالي الخلافة العباسية من كانت تلقى القبض على شخص هو بنفس اسم الإمام اللي بذلك الوقت، لكن مو الحقيقي، الحقيقة مختبئ في مكان آخر. وبهاي الطريقة استطاعوا أن هم يستمرون بالدعوة هذه لمدة 140 سنة. فاستمروا من سنة 148 للهجرة من وفاة الإمام الصادق يعني، وهذا العصر يسمى بعصر السر والكتمان، يعني الدعوة السرية وكتم الإمام لا يعرفه أحد. فكانوا أبناء إسماعيل الأئمة يعني من بعده يتنقلون من مدينة إلى مدينة، حتى استقر الإمام في مكان قريب على الخلافة العباسية دون أن تعلم بذلك، وادعى نسبه بأنه عباسي، واستقر في مدينة سلمية في بلاد الشام الآن، واستقر بها وكأنما هو شخص من آل العباس. وكانت هنالك منافسة قوية
ما بين المذهب الاثنى عشري والمذهب الإسماعيلي، ومالت الكفة وجاءت الفرصة للمذهب الإسماعيلي. السبب سنة 260 للهجرة حدثت ما يعرف بالغيبة عند الشيعة الاثنى عشرية وغيبة الإمام المهدي عند الاثنى عشرية. بالتالي الإمام الإسماعيلي زاد من قوة الدعوة الإسماعيلية، لأن الكثير أو بعض الناس ما صدقوا بأنه هنالك مهدي 12 قد غاب، فبالتالي بدأ يزيد هذا من الدعوة للمذهب الإسماعيلي ولأبناء إسماعيل، وأنه أبناءه واحد من أبنائه راح يكون هو المهدي وراح يظهر عن قريب، لأن هو يخطط من 120 سنة يخططون. بالتالي مالت الكفة وبعض الناس من المذهب الاثنى عشري إلى المذهب الإسماعيلي، وبالفعل حصلوا الإسماعيلية على مكسب كبير من الاثنى عشرية، بأنه مال لهم شخص وانتمى لهم شخص كان اثنى عشر بالأصل، هذا راح يقود ويأسس الخلافة الفاطمية. هذا الشخص هو أبو عبد الله الشيعي، هذا الشخص اثنى عشري يعيش في الكوفة، كوفي يعني، لكن بعد حدوث غيبة الإمام المهدي الاثنى عشري ما اقتنع أو غير فكرة، فمال إلى المذهب الإسماعيلي وانتمى للمذهب الإسماعيلي إلى أن تقرب وأصبح من أبرز دعاة المذهب الإسماعيلي. فهذا أبو عبد الله الشيعي أيضا عرف بالكوفي وعرف أيضا بالصوفي، لأن كان يلبس جبة من الصوف. هذا الشخص قرب إلى أن وصل إلى المقربين السبعة من الإمام الإسماعيلي. فالإمام الإسماعيلي أرسل أبو عبد الله الشيعي برسالة وتوكيل من عنده بأنه أنت تروح تنظر بقرب ظهور الإمام المهدي في اليمن، وتروح لليمن وتلتقي بشخص يعرف بابن حوشب. هذا ابن حوشب أيضا كان يقود الدعوة الإسماعيلية في اليمن، وبالفعل استقر قرب ابن حوشب ويتعلم من عنده أيضا ويؤتمر بأمرته وينظر بقرب ظهور الإمام المهدي. لكن بعد سنة أو سنة ونص وصلت رسالة إلى أبو عبد الله الشيعي من الإمام الإسماعيلي المستقر في بلاد الشام بأنه أنت أمرتك أن تذهب إلى بلاد المغرب. فهذا أبو عبد الله الشيعي أرسل رسالة إلى الإمام الإسماعيلي. لماذا إلى المغرب وإن الدعوة قد تهيأت والأمر مجرد نعلن باليمن ونعلن خلافة شيعية باليمن، لأن الأرضية أصبحت جاهزة للدعوة. فأجاب الإمام الإسماعيلي بأنه إن أرض المغرب قد حرثها جدنا الصادق، والآن حان وقت نثر البذور. هذا يا سنة بحدود سنة 279 للهجرة، والإمام الصادق قال هذه المقولة وأرسل أنصاره سنة 140 للهجرة، يعني قبل حدود 130 سنة. فتخيل التخطيط عند الإسماعيلية والفكرة عندهم والدعوة السرية هذه، بحيث أنه هذا الحزب أو هذه الفرقة ما سقطت والخلافة العباسية ما استطاعت تفكيكها. المهم هو بعد أن وصل الأمر من الإمام بأنه اذهب إلى بلاد المغرب، هؤلاء الإسماعيلية أو الدعوة والدعاة كانوا أذكياء جدا، ما ذهب إلى بلاد المغرب مباشرة، إنما اتجه إلى مكة والتقى بالحجاج المغاربة في موسم الحج، فالتقى بهم وبدأ يناقشهم ويتكلم معهم، وأني من فلان منطقة وكذا، وبدأ يتحدث لكن لا يتحدث بصفة شيعي أو من أي أفكار تخص الشيعة، إنما كمسلم زاهد عابد عالم بالفقه والشريعة. فالحجاج المغاربة انعجبوا به، وكان من ضمنهم مشايخ وبعض يعني رؤساء القبائل البربرية، فانعجبوا به فدعوه بأنه أنت أين تعيش أو أين ستذهب؟ قال أنا ذاهب إلى مصر لأعلم القرآن فيها، لأن أنا أصلي من اليمن وبالأساس من الكوفة. فدعوه بأنه أنت تعال معنا للمغرب. فهو ذكي، ما أجابهم بنفس اللحظة بأنه أجي معكم، لا، إنما قال لهم سأنظر بمصر، إذا لم تعجبني أذهب معكم. وبالفعل بعد انتهاء موسم الحج الحجاج المغاربة بدأوا يرجعون إلى بلاد المغرب، إلى أن وصلوا إلى مصر وهو معهم بالطريق كله. وصلوا لمصر استقروا يستراحون، هو أيضا ذهب، قال لهم أنا في أمان الله. راح اختفى يومين ورجع لهم، فقالوا له ما بك؟ قال بأنني لم تعجبني مصر، فأنا ما أعرف وين أروح. تعال معنا.
هو أيضًا واضع الخطة والغاية قبل سنوات، بالتالي ارتحل معهم إلى بلاد المغرب، واتجه معهم إلى القبائل البربرية مع قبيلة كتامة، ووصلوا سنة 280 للهجرة إلى قسنطينة، أو استقر في قلعة أيكاجان. الآن يعني هاي المنطقة تقع في الجزائر. فبعد أن استقر عندهم وبدأ يحفظهم القرآن، بدأ ينشر فكر التشيع والفكرة الإسماعيلية بينهم. بالأول استخدم أسلوب محبة آل البيت والتقرب من آل البيت، فبالعراق نقول جس نبضة، من شاف الشارع المغاربي والبربر هاي القبائل انعجبت بكلامه وأنهم يميلون لآل البيت، فعرف أنه الدعوة السابقة، لأن من أرسلهم الإمام الصادق قد هيأت هذه الأرضية قبل 130 سنة، وجد الناس عندهم أفكار شيعية، فبالتالي بدأ ينظر بصفته شيعي لكن ما يدعو لأي شخص، فبدأت أفكار التشيع تنتشر بين الناس إلى سنة 285 للهجرة. يعني استقر من سنة 280 إلى 285 للهجرة هو ينظر إلى التشيع، لكن تشيع عام، يعني محبة آل البيت فقط. بالتالي سنة 285 الكثير من القبائل بدأت تتجه له وتسمع له، فوصلت الأخبار إلى دولة الأغالبة، وهاي دولة الأغالبة دولة كانت تحكم بلاد المغرب خاضعة للخلافة العباسية. فمن وصلتها هذه الأخبار جهزت جيش من أجل محاربة هذا الشخص وقتله واعتقاله، لكن هذه الخلافة دولة الأغالبة كانت ضعيفة جدا، لأن صار لها بحدود 100 سنة تحكم هذه البلاد. وبالفعل دولة الأغالبة جهزت جيش وأرسلته لمحاربة أبو عبد الله الشيعي، لكن هذا أبو عبد الله الشيعي أيضا جهز جيش بقيادة قبيلة كتامة البربرية، وطبعا قبيلة كتامة تتصف بالشجاعة والقوة، فهزموا هذا الجيش المنظم. فهو أبو عبد الله الشيعي بعد انتصاره على جيش دولة الأغالبة الخاضعة للخلافة العباسية أرسل رسالة للإمام الإسماعيلي المستقر في بلاد الشام في مدينة سلمية، أرسل له رسالة بأنه الأرضية قد نثرت البذور فيها مثل ما أوصيتني، وأنه الأرضية جاهزة، ومتى أعلن الثورة. وهذه الأثناء الخلافة العباسية كل توقعها بأنه الدعوة الإسماعيلية منتشرة في بلاد فارس وفي اليمن وفي جنوب العراق، وكل ظنها بأنه الانتفاضة أو الثورة راح تقوم في بلاد خراسان أو في جنوب العراق أو البحرين واليمن. لكن هذه الخطة أنه أرسل للمغرب وبعيدة عن الخلافة شيء عجيب. المهم، فمن وصلت الرسالة إلى الإمام الإسماعيلي في سلمية، أجاب على رسالة أبو عبد الله الشيعي برسالة أخرى بأنه يا أبو عبد الله الشيعي اعلن الثورة، وشعار الثورة هو ظهور الإمام المهدي. وكان الاتفاق على إعلان الثورة سنة 289، إعلانها بشكل رسمي يعني، وأنه تدعو بأنه الإمام المهدي سوف يظهر. طيب، الإمام الإسماعيلي المستقر في بلاد الشام في مدينة سلمية كيف سيذهب إلى بلاد المغرب؟ بهذه الأوقات وصلت أخبار إلى الحاكم الموجود في بلاد الشام بأنه هنالك إمام يدعي نسبه للعباسيين، لكن هذا الشخص مريب لأنه يوزع أموال وبذخ على الفقراء والمساكين، ونعتقد بأنه هو الإمام الإسماعيلي. لكن الإمام الإسماعيلي والدعوة الإسماعيلية كان عندها جواسيس بكل مفاصل الخلافة العباسية، فوصلت الأخبار إلى الإمام الإسماعيلي بأنه هذا الشخص حاكم هذه المنطقة اللي تسكن بها أنت يشك بيك. مباشرة الإمام الإسماعيلي أرسل رسالة إلى بغداد بأنه للجواسيس اللي عنده واللي يتبعوه بأنه يتم عزل هذا الشخص من حكم هذه المنطقة، لأن راح يعتقلني ويسجنني ويقتلني. بالفعل جاء العزل من الخليفة العباسي. تخيل تأثيرهم وين واصل داخل الخلافة العباسية، وعزلوا هذا الشخص اللي يحكم هذه المنطقة. فقرر الهروب، وهرب أين؟ هرب إلى متجه إلى بلاد المغرب، لأن هو أرسل رسالة إلى أبو عبد الله الشيعي اعلن الثورة، وأبو عبد الله الشيعي أعلن الثورة سنة 289. لكن حاكم هذه المدينة من تم عزله ذهب إلى الخليفة العباسي ووضح للأمور بأنه هذا الشخص هو الإمام الإسماعيلي، فاحذر من عنده، لازم اعتقله. من راح لقى ماكو، منهزم.
لكن كيف سيصل أبو عبد الله أو الإمام الإسماعيلي سيصل إلى بلاد المغرب ويقطع فلسطين ومصر وليبيا؟ هذا الطريق كله خاضع إلى الخلافة العباسية، وممكن ينكشف أمره ويعتقلوه لأن أكو إخبارية عالية. هنا ذكاء الإمام الإسماعيلي واضح جدا، بحيث أخبر أنصار المحيطين به بأنه سوف يتجه إلى اليمن، لكن هو اتجه وين؟ اتجه إلى فلسطين واستقر بالرملة هو وكم شخص معاه، واستقر في مدينة الرملة فلسطين. فالخلافة العباسية أرسلت جيشها وقواتها إلى الطرق المؤدية إلى اليمن، لكن هو ذهب واستقر وين؟ في الرملة. حتى الأشخاص اللي وياه من استقروا بالرملة كان يقول لهم بأنه أنا سوف أذهب إلى اليمن. حتى المرافق الشخصي للإمام الإسماعيلي وكاتم أسراره اللي هو اسمه جعفر، هذا كتب الرحلة، رحلة الإمام المهدي من الشام إلى بلاد المغرب، كتابة يعني يتداول، بأنه يقول بأنني لم أكن أعلم بأنه يريد الذهاب للمغرب، إنما كانت الخطة من عشرات السنين أن تقوم الثورة في بلاد اليمن، وحتى وإحنا ختلنا واستقرينا في فلسطين اعتقادي راح نذهب إلى اليمن. هذا الكلام سنة 289، فاستقر هو وين؟ في فلسطين، والناس تبحث عنه باليمن. وأبو عبد الله الشيعي في بلاد المغرب قد أعلن الثورة وأن الإمام المهدي سوف يظهر، وقاد ثورة عارمة، هزم جيش الأغالبة المكون من 12 ألف جندي، هزم في وأسقط مدينة ميلا وأخذها. ثم بعد ذلك، هاي سنة 89، ثم بعد ذلك الدولة الأغالبة الخاضعة للخلافة العباسية أرسلت جيش مكون من 40 ألف جندي. أبو عبد الله الشيعي جهز قبائل البربر بالذات قبيلة كتامة، فخاضوا معركة دامية مع الجيش الأغالبة، استطاع الانتصار وهزيمة 40 ألف جندي وطارد الأغالبة، وأعلن نفسه بأنه هذه المنطقة خاضعة إلى الإمام المهدي. هذا أمير دولة الأغالبة اسمه زياد الله الثالث جنجنونه، لابد من هزيمة أبو عبد الله الشيعي، فأرسل ابن عمه إبراهيم، وحثت المعركة قرب مدينة بغايا، هاي كانت مدينة مهمة وعاصمة اقتصادية إلى دولة الأغالبة. فأبو عبد الله الشيعي سنة 295 هزم الجيش الأغلب هذا وقتل ابن عمه الأمير، وسيطر على هذه المنطقة كلها، ولم يبقى أمامه سوى مدينة رقادة عاصمة دولة الأغالبة اللي صار لها 100 سنة تحكم هذه المنطقة. فكان آخر خط دفاعي إلى دولة الأغالبة مدينة اسمها الأربس. هذه الأربس حدثت بها معركة ما بين جيش الأغالبة وجيش أبو عبد الله الشيعي، استطاع أبو عبد الله الشيعي هزيمة جيش الأغالبة والانتصار عليهم ودخول مدينة الأربس. بالتالي زياد الله الثالث أمير دولة الأغالبة أخذ جيشه وعائلته وانهزم من العاصمة، فدخلها أبو عبد الله الشيعي سنة 295 للهجرة، وأعلن بأنه هذه المنطقة خاضعة إلى دولة الإمام المهدي. فدخل قصر الإمارة بمدينة رقادة عاصمة الأغالبة، ووجد فيه الكثير من الذهب والأموال، لكن كان أبو عبد الله الشيعي مؤمن بحق بأنه هو هذا المهدي. لهذا السبب أنه كان ينام في يعني فناء البيت خارج القصر حال الجنود، والأموال جمعها وتم خزنها في مكان محدد، وقال إن هذه الأموال تخص الإمام المهدي، هو اللي راح يستخدمها ويوزعها على الناس. طيب المهدي وين؟ هاي صار لهم 140 سنة أو 150 سنة الإسماعيليين يخططون لهذا اليوم بكل سرية، والآن أصبحت عندهم دولة. الإمام المهدي وين؟ الإمام المهدي ذكرنا سابقا بأنه هو خرج من بلاد الشام والخلافة العباسية طاردة وتبحث عنه، لكن هو استقر وخدعهم، استقر في فلسطين. فكان معه ثلاث أشخاص: جعفر اللي هو كتب هذه الرحلة الطويلة، وأيضا أبو العباس الشيعي، هذا أخو أبو عبد الله الشيعي اللي يقود الدعوة في بلاد المغرب. ومنه معاه شخص اسمه فيروز، هذا أهم داعية بالمذهب الإسماعيلي. فهو استقر
من سنة 289 للهجرة في الرملة فلسطين، حتى قرر الخروج سنة 291 إلى مصر، بحيث الخلافة العباسية أيست بأنه تلقى القبض عليه، وبالفعل اتجه إلى مصر، ووصل إلى مصر ويدعي بأنه تاجر ويوزع الأموال ويحمل معه بضائع، هو هاي كان أسلوبهم يعني. فكان عنده شخص أيضا من قادة الدولة العباسية في مصر اللي هو أبو علي، فهذا جهز لهم الأمور واستقروا بمصر. لكن وصلت رسالة إلى والي مصر من الخلافة العباسية بأنه احذر أن يكون عندك أحد الأشخاص أو يأتي أحد الأشخاص ويكون هو الإمام الإسماعيلي وصاحب الدعوة الإسماعيلية، فاحذر من عنده، ونطوا بعض طرقهم يعني. بالتالي هذا والي مصر شك بيهم، فجاء على الشخص اللي يستقر عنده الإمام الإسماعيلي اللي هو عياش اسمه، فقال له بأنه يا عياش لا يكون هذا الشخص اللي عندك هو المهدي اللي يبشرون به. فقال لا، المهدي اللي تسألون عنه قد عبر إلى اليمن. فالقوات وين اتجهت؟ إلى اليمن. أبو عبد الله الشيعي جهز الجيش، جهز أنصارك اللي هو أبو العباس الشيعي وجعفر وفيروز، وقال لهم بأنني سوف أذهب إلى بلاد المغرب. هذا فيروز جنونه، بحيث إلى هذا اليوم وهم لا يعتقدون راح يذهبون للمغرب، إنما الدعوة في اليمن، لأن صار لهم 100 سنة ينظرون باليمن وبالمغرب وخراسان، لكن أسهل مكان وأكثر أنصار كان باليمن. المهم، ففيروز هنا ينشق من الإمام الإسماعيلي المهدي، لدرجة أنه هذا المهدي اللي هو عبيد الله المهدي يقول عن فيروز بأنه هذا لم يخرج داعية في تاريخ الحركة الإسماعيلية مثل فيروز، وإن كل الدعاة كلهم تحت هذا فيروز. ففيروز انشق من عنده واتجه لليمن. أما عبيد الله المهدي أو الإمام المهدي اتجه إلى بلاد المغرب، وأيضا بزي مال تجار هو واللي معاه، وأيضا اشترى عبيد وجمال واتجه إلى بلاد المغرب، فوصل إلى ليبيا. فمن وصل إلى ليبيا الإمام المهدي أرسل رسالة بيد أبو العباس الشيعي أخو أبو عبد الله الشيعي قائد الدعوة والثورة، أرسل له رسالة بأنه الإمام المهدي قد هرب من مصر ومتجه إليك الآن، وهو الآن في ليبيا، فجهز الجيش. لكن هذا أبو العباس الشيعي تم إلقاء القبض عليه من قبل زياد الله الثالث اللي تحدثنا عنه، وسجن هذا أبو العباس الشيعي. فالمهدي كان مستمر بالمسير من ليبيا إلى بلاد المغرب حتى يلتقي بأبو عبد الله الشيعي، لكن وصلت الرسالة بأنه أبو العباس الشيعي تم إلقاء القبض عليه من قبل زياد الله الثالث أمير دولة الأغالبة. المهدي وين كان متجه؟ كان متجه إلى مدينة أو قلعة أيكاجان، هاي اللي ذكرناها أول ما استقر بها أبو عبد الله الشيعي قبل 15 سنة. فهو غير طريقه واتجه إلى سجلماسة، هاي مدينة أيضا الآن بالمغرب، فذهب بها واستقر بها. لكن سجلماسة كانت تخضع لإدارة وحكم دولة وإمارة بني مدرار. هذه الدولة دولة خاضعة للخوارج، الخوارج اللي قتلوا الإمام علي والمعارك الدامية اللي حثت. فهؤلاء الخوارج ما ممكن يتركون هذا الشخص إذا عرفوه. لكن الإمام المهدي أيضا استخدم أسلوب التجار، فكان يبذخ بالأموال على الوالي وعلى الحاشية، ويشتري العبيد ويوزع على الفقراء، ومباشرة أمر ببناء مسجد. فبالتالي الناس ما شكت به أنه هذا تاجر ويبيع الأقمشة والتوابل كأنه هو تاجر. لكن وصلت أخبار أو رسالة من زياد الله الثالث أمير دولة الأغالبة اللي يتقاتل مع أبو عبد الله الشيعي إلى أمير دولة بني مدرار دول الخوارج، وصلتهم رسالة من زياد الله الثالث بأنه احذروا أن يدخل شخص صفة كذا صفة كذا، احذروا من عنده، لأنه هذا هو اللي يدعي نفسه المهدي. فأمير بني مدرار دولة بني مدرار شك بهذا الشخص بالمهدي، فسجن أنصاره وبدأ يعذبهم ويستجوبهم، لكن ولا شخص أقر بأنه هو هذا الشخص صاحب الدعوة. لكن فرض إقامة جبرية على الإمام المهدي وممنوع يتحرك أو يخرج من المدينة. فالإمام المهدي استطاع إرسال رسالة عن طريق الأموال، رشا الناس، وأرسل رسالة
بيد أحد الأشخاص إلى أبو عبد الله الشيعي بأنه أنا مسجون في دولة بني مدرار ولازم تخلصني. فوصلت هذه الرسالة إلى أبو عبد الله الشيعي. هي وأثناء وصول هذه الرسالة هذه الأوقات أبو عبد الله الشيعي استطاع إسقاط الإمارة أو إمارة دولة الأغالبة اللي كان يقودها زياد الله الثالث، ودخول مدينة رقادة وتحرير أخوه أبو العباس الشيعي اللي أرسل الإمام المهدي. فمن وصلته هذه الرسالة وهو انتصر على زياد الله الثالث، قرر أنه يقود الجيش الشيعي بقيادة قبيلة كتامة ويتجه لتحرير الإمام المهدي وإسقاط إمارة بني مدرار. فهو الآن أسقط دولة الأغالبة وإمارة الأغالبة اللي عمرها 100 سنة واللي استطاعت السيطرة على جزء من أوروبا أصلا سابقا، استطاع إسقاطها. فتوجه هو لتحرير الإمام المهدي وقاد جيشه إلى أن بطريقة مر إلى مدينة تاهرت. هاي مدينة تاهرت كانت عاصمة إلى الدولة الرستمية، هذا أيضا دولة يقودها الخوارج، والخوارج أشداء بالقتال، لكن أيضا استطاع هزيمتهم ودخول تاهرت وإسقاط الدولة الرستمية. يعني صار أبو عبد الله الشيعي مسقط دولتين. وتوجه إلى سجلماسة اللي مسجون بها الإمام المهدي واللي تخضع إلى دولة بني مدرار، وأيضا استطاع هزيمة الجيش اللي خاضع للإمارة إمارة بني مدرار ودخول مدينة سجلماسة وتحرير الإمام المهدي. يعني أبو عبد الله الشيعي أسقط 3 دول، الدولة الأولى دولة الأغالبة، والثانية الدولة الرستمية، والثالثة دولة بني مدرار. وبالفعل أبو عبد الله الشيعي استطاع تخليص وتحرير الإمام المهدي من السجن وهلل ورحب به، لكن قال له يا أيها الإمام بأنه لابد من العودة إلى بلاد المغرب، لأن الناس تنتظر، لا سيما القبائل البربرية بقيادة قبيلة كتامة، تنتظر قدوم الإمام المهدي، لأن كانت الناس مصدقة بالفعل بأنه المهدي المنتظر قد ظهر ولابد أنهم يبايعوه. فاتجهوا إلى بلاد المغرب ووصلوا إلى مدينة رقادة، كان الجيش ينتظره والقبائل تنتظره، ودخل الإمام المهدي ملثم ومعه أبو عبد الله الشيعي. فخطب أبو عبد الله الشيعي خطب بالناس وقال لهم بأنه هذا المهدي المنتظر قد ظهر ولا بد من بيعة الإمام المهدي، لأنه سوف يحكم الأرض حتى يوم القيامة. وبالفعل بايعت الناس وأعلنوا عن قيام الخلافة الفاطمية يوم 15/1 سنة 297 للهجرة.